السلام عليكم ورحمة الله طلابي وحبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي. طبعا امتحاننا بكرة سؤال مهم جدا في الامتحان هو سؤال الستوري. السؤال يا جماعة عليه 4 درجات، درجتين هيبقوا في الترو والفولس في الصح والغلط، ودرجتين هيبقوا في الأوبن اندد كويستشنز في الأسئلة اللي احنا هنجاوب عليها. ما علينا، خلينا نبدأ على طول بتشابتر 1. هراجع الستوري في شكل بوينتس، في شكل نقط، وأقول لك شكل السؤال هيجي ازاي، سواء ترو فولس أو سواء هتجاوب على السؤال لوحدك. اوكي، فخلينا نبدا من chapter 1. اوكي، كان بيقول لك there was a poor man who had 3 sons. خلي بالك ان هنا انت ممكن يجي لك سؤال there was a rich man. هو كان rich كان غني؟ لا، هو كان poor. اوكي، هو كان فقير، فده سؤال true false. اوكي، هو had كان عنده ايه؟ كان عنده 3 sons. 3 sons يعني كان عنده 3 اولاد. اوكي، the eldest هنا هوصف كل واحد. the eldest الاكبر فيهم كان proud and selfish. اوكي، what the meaning of proud يعني كان فخور متكبر، وكان selfish يعني اناني. وذا middle son was clever كان ذكي، بس في نفس الوقت كان unkind يعني ما كانش طيب. the youngest was kind and often laughed. وخلي بالك ان اليونجست ده هو الهيرو او البطل بتاع الستوري بتاعتنا، وده اكتر واحد احنا هنتكلم عنه. يبقى لما يجي يقول لك اوصف او describe the 3 sons، اوصف الثلاثه. الاولاني قلنا ان هو كان proud وسولفش، والتاني اللي هو الميدل قلنا ان هو كان clever but unkind. اما الثالث اليونجست قلنا ان هو kind and often laughed يعني غالبا كان بيضحك. ما علينا. سؤال مهم جدا وموضع سؤال. what did people call the youngest؟ الناس كانت بتسمي اليونجست ايه؟ كانوا بيسموه dumbling. اوكي، yet he had ومع ذلك هو كان عنده good heart. اوكي، كان عنده قلب جيد، ماشي، او قلب طيب يعني. their father وده سؤال مهم جدا. where did their father send them؟ باباهم بعتهم فين؟ their father send each son into the forest. وخلي بالك forest هي الإجابة. وفي سؤال تاني why did their father send them to the forest؟ ليه باباهم بعتهم للفورست؟ طبعا to cut wood عشان يقطعوا الخشب. ماشي. the eldest brother ده أول واحد راح وبيسألك which son أو which boy went first to the forest. مين الأول اللي راح للفورست؟ كان eldest brother أو الأخ الأكبر. أوكي، the eldest met قابل old man، ودي برضو فيها سؤال، قابل راجل عجوز. سؤال مهم جدا. what did the old man ask for؟ الاولد مان طلب ايه؟ الاولد مان asked for food and water. طلب الفود طعام، وطلب water اللي هي الميه. ماشي. what did the eldest do when the old man asked for food and water؟ طب الولد الكبير عمل ايه؟ مهم قوي السؤال. rudely refused هي دي الإجابة في كلمتين يا جماعة. he rudely refused يعني رفض بوقاحة. اوكي، thinking only of himself هو مش بيفكر غير في نفسه. ف what happened to him سؤال مهم برضو. ايه اللي حصل له؟ he injured his hand يعني أصاب إيديه. ولو عايزين نقولها كاملة الأكس اللي كان معاه اللي هو الفاس slept يعني انزلق أو اتزحلق من إيديه. and he injured his hand وأصاب إيديه. ده اللي حصل له، وده سؤال مهم برضو هنا. طيب الميدل براذر او الاخ الاوسط لما راح ده the second one او تاني واحد went to the forest راح الغابه. the middle brother went to the forest next. برضو met the old man برضو قابل الراجل العجوز. الراجل العجوز برضو طلب منه food and water. طب what did he do؟ عمل ايه؟ he laughed and walked away. هو ضحك ومشي، وده برضو سؤال. اوكي، the middle son laughed and he walked away so his axe broke. ده اللي حصل له. what happened to him؟ his axe broke الأكس بتاعه اتكسر. ماشي. both brother الاتنين laughed at dumbling. وهنا سؤال، ليه هما why did the both brothers ليه الأخين laughed at dumbling ضحكوا على الدمبلينج؟ because they thought هم اعتقدوا ان هو he could not succeed ان هو مش هينجح. وده برضه سؤال مهم جدا، وده بسرعه قوي كان سمرايز او اهم الكويستشنز اللي ممكن تجي لك في تشابتر 1 في الستوري. اوكي، it was Dumbling's turn to go into the forest. دور الدمبلينج ان هو يروح الفورست. اوكي، he gladly what did he do؟ ده سؤال مهم جدا. هو عمل ايه بقى مع الاولد مان لما الاولد مان asked for food and drink؟ he shared his bread and drink with the old man. وده سؤال مهم برضه.
اوكي. هو شارك البريد بتاعه والدرينك بتاعه مع الاولد مان. اوكي. طيب الاولد مان عمل ايه؟ the old man smiled and blessed him يعني باركه. اوكي. saying وقال له جمله مهمه قوي، الجمله على بعضها because of your kindness بسبب طيبتك او عطفك you will be rewarded يعني انت هتتكافئ you will be rewarded. he guided Dumpling to a special tree وهنا برضو في سؤال مهم where did the old man guide Dumpling؟ وداه فين؟ وداه لسبيشال تري اللي هيلاقي جواها اسم الستوري بتاعنا. الاول هو وداني هناك to cut it down عشان يقطعها. اوكي. فهيلاقي جواها ايه؟ what did he find inside the tree؟ لقى ايه؟ لقى special he found a goose special goose. اوكي. مش هنكمل. فداملينج found a goose inside. الجوز يا جماعه لو حبيت توصفها how was the goose؟ كانت with feathers made of pure shining gold يعني كانت بريش مصنوع من الايه؟ من الشاينينج جولد pure shining gold. اوكي. مهم after that بعد كده he stayed قعد فين؟ عشان ده سؤال مهم. where did he stay؟ at a small hotel at a busy market في ماركت او في سوق مزدحم. نيجي لجزء مهم ان الهوتيل يا جماعه was owned by a man and his 3 children ودول مهمين قوي في الستوري. اوكي. يبقى صاحب الهوتيل كان مان with his 3 children بالاطفال الثلاثه اولاده. They were surprised by the bird's beauty وهنا في سؤال في التقييمات. How were the children when they saw the goose؟ كانوا عاملين ازاي لما شافوا الجوز؟ They were يا جماعه surprised. What the meaning of surprised؟ amazed. متفاجئين. متفاجئين بايه؟ بالبيردز بيوتي او بجمال الطائر. greed ودي كلمه مهمه جدا في الستوري. greed اللي هو الطمع. filled their hearts and they wanted to take a golden feather عايزين ياخدوا ريشه ذهب من الجوز. اوكي. يبقى why did they want؟ ليه كانوا عايزين want to take او want to steal وستيل يعني يسطو او يسرق ودي مهمه واحده من الجولدن فيذر بتاعها because the greed الطمع filled their hearts ملا قلوبهم. the goose ما كانتش ordinary ما كانتش عاديه was not ordinary. ليه؟ it has magical power وده برضه سؤال في الترو false. was the goose ordinary؟ هي كانت عاديه؟ no it wasn't. امال ايه؟ it has a magical power كان عندها طاقه او كان عندها قوه سحريه او قوه غير. chapter 3 بيقول لك ان الداملينج brought the goose to the hotel. curious في الهوتيل بقى. curious اللي هم الفضوليين. people gathered to look at it. curious people اتجمعوا to look at it. the goose glowed brightly كانت بتلمع glowed brightly بشكل لامع قوي attracting everyone's attention كانت بتجذب انتباه كل شخص بيشوفها. نيجي للأسئلة المهمة من أول دلوقتي. the hotel owners 3 children tried to steal حاولوا يستيل. يبقى what did they do with the goose؟ حاولوا يعملوا ايه من الجوز؟ they tried to steal حاولوا يسرقوا one of its golden feathers واحدة من الجولدن feathers بتاعتها. اوكي. the first one to touch أول واحد لمس هو برضه eldest. خليك فاكر دايما إن دايما الأكبر هو أول واحد بيعمل حاجة. the eldest son لو تفتكر هو أول واحد went to the forest. هو the first went to the forest أول واحد راح الغابة. برضو the eldest في الثلاث ولاد دول the eldest هو أول واحد touched the goose. اوكي. ونيجي لأهم verb أو أهم كلمة موجودة في الستوري هي stuck. اوكي. stuck يعني يلتصق أو يلزق. ف his hand stuck fast. اوكي. what did the second one بقى؟ أخوه التاني حاول يعمل إيه؟ the second son tried to help وهي دي الإجابة. هو مش حاول يسرق هو حاول يساعد اخوه. he tried to help بس هو برضه but he also stuck. okay. the youngest son برضه الثالث الاخراني also became attached برضه التصق هو كمان. okay. in the morning الصبح what did the dumpling do؟ was he aware؟ هو كان منتبه للي حصل؟ لا he wasn't aware. so in the morning dumpling woke up استيقظ unaware مش منتبه of what happened عشان هنا في سؤال true false مهم قوي. هو كان aware؟ لا هو كان unaware مش واخد باله to what happened. عمل ايه؟ picked up the goose and left the hotel. شايل الجوز and picked up the goose and left the hotel ومشي من الايه؟ مشي من الهوتيل او مشي من الفندق. the 3 children لازقين stuck to the goose so they followed him مشي وراه.
still stuck to the magical bird. لسه لازقين في الماجيكال بيرد وماشيين وراه. خلي بالك هو كده left the hotel. ده المكان الثالث في الستوري. المكان الاولاني كانت الفورست، كانت الغابه. المكان الثاني كان الهوتيل، المكان الثالث الستريت، الشارع، خلاص ده رود، الطريق. اوكي طيب people يا جماعه ستيرد عارف مبرقين، مش شايفين الموقف غريب. اوكي people stared and laughed at وبيضحكوا at the ايه بقى the strange sight. ايه المنظر الغريب دوت؟ Dumpling continued walking مستمر في المشي. He walked with the goose under his arm and the three children following him. وخلص الشابتر لحد كده سهل قوي. ده شابتر اصلا اسئلته قليله اللي هو Dumpling walked down the road ماشي في الطريق with the goose under his arm. نيجي لأسئلة مهمة والسؤال ده جاي في تقييم. The three boys were stuck. How were the three boys كانوا عاملين ازاي؟ أنا هنا بوصفهم. When they followed لما كانوا بيتبعوا الداملينج كانوا عاملين ازاي؟ حاجتين struggling and crying. struggling يعني ايه؟ يعني بيكافحوا، عايزين يخلصوا يطلعوا من الايه؟ من الجوز، وفي نفس الوقت كانوا crying بيعيطوا but had to follow لازم يمشوا ورا. اول واحد بعد الثري تشيلدرن، الحته دي مهمه قوي، وركز على after وركز على before. after يعني بعد وبيفور يعني قبل عشان هيلخبطك. after يعني بعد، before يعني قبل. اوكي after the three children قابلهم ايه؟ قابلهم سكول ماستر، مدير مدرسه. عمل ايه؟ laughed and tried to pull، يعني عمل حاجتين، الاول ضحك laughed و tried to pull them free. مش عارف تقول pull them free، قول tried to help them، حاول يساعدهم. بس لما حاول يساعدهم he stuck، هو كمان stuck يعني هو كمان التصق فيهم وفي الجوز طبعا. اوكي the second one after the school master كان مين؟ after the school master بعد المدير كان الفارمر، الفلاح. طيب افرض قال لك before الفارمر، قبل الفارمر كان السكول ماستر، before السكول ماستر مين اللي stuck؟ كان الثري children and so on. فركز على after وركز على before عشان مهمة. الأول الثري children، after them school master، after them farmer، واخر واحد طبعا كان السولجر اللي هو الجندي زي ما هنقول دلوقتي. A farmer joined in، بعد كده هو soldier and even more people، بعد كده بقى ناس كتير. ماشي. A lot of people followed Dumpling، ناس كتير ماشيه وراه، كلهم unable to let go يعني مش عارفين يسيبوا او مش عارفين يتركوا الجوز of the magical goose، كلهم stuck يعني. اوكي السايت ده سبب ايه؟ What did the site cause؟ سبب حاجتين وسؤال مهم. laughter الضحك and amazement يعني الدهشه. ماشي. برضو التشيلدرن في الفيلج في القريه شايفين المنظر عمالين clapped. what the meaning of clapped؟ يعني بيسقفوا. and the villagers pointed in wonder، الفيلجرز عمالين يشاوروا متعجبين مستغربين ايه اللي بيحصل. اوكي Dumpling once seen foolish، Dumpling اللي في اول الستوري خلي بالك الاسم Dumpling اصلا جاي من كلمه Dumpling اللي هي معناها احمق. اوكي لان هو كان بيضحك كتير، فداملينج اللي وانس كان شكله فولش دلوقتي هو الوحيد اللي عادي والباقي كله هو اللي بقى فولش. يعني بص هو الوحيد اللي walked proudly ماشي بفخر at the front of the strange parade، في مقدمه البريد الموكب بقى اللي عمله. ماشي. his journey، وده سؤال مهم جدا جدا، where did his journey lead him؟ الجيرني بتاعت الداملينج موديها فين؟ to the royal palace، الرويال بالاس اللي هو القصر الايه؟ الملكي. اوكي and an unusual challenge، تحدي غريب was waiting for him، مستنيه. chapter 5 هنا بدأنا احنا رايحين الرويال بالاس، مش احنا بس، ده الداملينج والماجيكال جوز والثري تشيلدرن بالترتيب بقى السكول ماستر والفارمر والسولجر and even more people وبريد وموكب كبير قوي، كل ده ماشي ورا بعضه. تخيل معايا المشهد. ف there was a princess يا جماعه، كان في princess يعني كان في اميره. مالها؟ هو had never smiled or laughed، عمرها ما ابتسمت ولا ضحكت، كئيبه. The king said، وخلي بالك الحته دي مهمه، what did the king say؟ الكينج قال ايه؟ whoever، اي شخص ايا كان could make her laugh، يخليها تضحك، would win her hand هيكسب ايديها. يعني ايه؟ يعني will marry her، هيتجوزها. خلي بالك هيجي يقول لك في الترو والفولس many tried، كتير حاولوا and succeeded ونجحوا. لا طبعا many tried كتير حاولوا but none succeeded، ولا واحد نجح. تمام.
Dumbling entered the town with his strange breed. دخل المدينة ومعاه البريد بتاعه of people stuck to the goose. The princess looked. ومنين هي بصت وهي كانت موجودة فين؟ ده سؤال برضو موجود في التقييمات. Where did the princess when she saw لما شافت الايه البريد كانت in from her window يا جماعة في البالاس من الشباك بتاعها from her window اللي موجود في البالاس اللي في القصر. She laughed ضحكت at the funny scene على المنظر ودي the first time to laugh أول مرة تضحك فيها. تمام؟ For the first time her heart was filled with joy. قلبها امتلأ بالجوي أو امتلأ بالإيه؟ بالفرحة. The king was surprised. How was the king؟ الكينج كان عامل إزاي؟ When her daughter laughed for the first time لما بنته ضحكت for the first time he was surprised. بس خلي بالك he kept his promise. هو مش broke his promise. هو مش كسر كلمته لا هو احتفظ بوعده في إن هو طبعا هيجوز البرنسس to mean to Dumbling. He said Dumbling could marry his daughter. So Dumbling's kindness طيبته وdetermination والإصرار بتاعه مش عارف في إيه بس kindness والdetermination gave him strength to face what was coming. اديته القوة عشان يواجه الإيه القادم. أو the king was true. خلي بالك الكينج هنا ممكن يقول لك untrue to his word. لا هو كان صادق في كلمته. After Dumbling completed the challenges wisely بعد ما كمل هو عمل له هنا challenges تحديات to prove ودي حته مهمه عشان يثبت ان هو deserve ان هو يستحق ان هو يتجوز بنته فهو عداها ما قالكش ازاي. فالداملينج في الاخر married the princess اتجوزها. The wedding الحفل الزفاف او الفرح كان grand كان عظيم and the whole kingdom اللي هي المملكه كلها celebrated احتفلت والpeople no longer الناس ما بقتش لم تعد no longer laughed at Dumbling تضحك عليه his kindness and the modesty وركز على كلمة modesty اللي هي معناها التواضع brought him great fortune أحضرت له تواضع وحظ كبير. he became a wise بقى حكيم بعد ما كان Dumbling بقى حكيم and gentle بقى شخص محترم ولطيف prince loved by all كل الناس بتحبه. والجوز على فكرة حتة مهمة الجوز remained with him فضلت موجودة معاه remained with him. It was a sign of the rewards of kindness and generosity اللي هي معناها الكرم وده كان أهم الأجزاء اللي موجودة في chapter 6 وده كده ملخص الستوري كلها بأهم الأسئلة اللي ممكن تقابلك بكرة إن شاء الله. أتمنى إن إحنا نذاكرها ونقرأ الأسئلة.